السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله نقدم لكم الرغيفات معمرين بالرز معسلين. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالهم النهائي. تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. كنحتاجو المقادير 250 غرام ديال الفورص، دقيق الفورص كما كتشوفوا درتو في العجانة مع رشة ديال الملحة. وكنحتاجو 2 معالق كبار ديال الزيت، زيت رومية. وكنحتاجو معلقة كبيرة ديال السكر ومعها 7 غرام ديال لافاني. كنحتاجو نص خمارة ديال الحلوى. وكنحتاجو معلقة كبيرة ديال الخل. وكنحتاجو ماء الزهر مخلط مع الماء باش نجمعو به العجين. الحشوة كنحتاجو لها واحد 100 غرام ديال الرز. كنسلقوه في الماء، شويه د الماء والملحه وشويه الزيت حتى كيتسلق لينا مزيان ويطيب. ومن بعد كنخليوه حتى كيبرد وكنضيفو ليه معلقه صغيره ديال القرفه، واحد لافاني ديال 7 غرام ومعلقه كبيره ديال ماء الزهر. وكنخلطوه بهذه الطريقه وكنخليوه جانبا. كما كتشوفوا كنضيفوا للدقيق الزيت، كنضيفوا ليه السكر ولافاني، كنضيفوا ليه الخل. من بعد كنعجنوها واحد شويه، ممكن تعجنيها بيديك. باش يترمل لينا هذاك الدقيق مع الزيت والخل. من بعد كنضيفوا ليه نص خماره حمراء او الخماره ديال الحلويات. من بعد كنجمعوها بالماء الزهر مع الماء مخلطين حتى كتجمع لينا العجين. كما كتشوفوا هي العجينات تجمعت ليا ولات بهذه الطريقه. دابا كنحاولوا اننا نقطعوا على شكل كور، حجم يكون صغير كما كتشوفوا بهذه الطريقه. وكندهنوهم بالزيت وكنغطيوهم وكنخليهم واحد 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه باش يرتاحوا لينا. كما كتشوفوا ملي ارتاحت لينا العجين، دابا كناخذوا الكره الاولى وكنحاولوا اننا نورقوها بهذه الطريقه. من بعد كنديروا معلقه صغيره تكون عامره من الحشوه وكنطويوها على شكل مسمن بهذه الطريقه. كنطويوها على 4. من بعد كنبسطوها شويه بيدينا، غير شويه صافي. وكنديروها في طاوه. كنحاولوا اننا نرققوها مزيان حتى كتبان لينا الرخامه. كما كتشوفوا الوالده هي اللي كتعدلهم. من بعد كنديروا معلقه ديال الحشوه. الحشوه كيف ما قلت لكم كتجي زوينه ولذيذه بزاف. كما كتشوفوا حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا. من بعد كناخذوا واحد الطنجره ديال الضغط وكنديروا فيها الزيت حتى كتسخن لينا مزيان. من بعد كنديروا فيها الرغيفات بهذه الطريقه.
ومن بعد كنخويو عليهم الزيت من الفوق بالمغرب أو معلقة باش يتنفخوا لينا ويجيو لينا مقرمشين. ملي كيطيبوا لينا من التحت كنقلبوهم للجهة الثانية كيف ما كتشوفوا، ومن بعد كنديروهم في العسل. كما كتشوفوا العسل باردة ما سخنتهاش، وغتلقاو الرابط ديال العسل في صندوق الوصف. من بعد كنصفيوهم من العسل كنديروهم فواحد الشبكة أو كسكاس يكون مثقوب، ومن بعد كنرشوهم بالجنجلان يكون محمر. كما كتشوفوا كنتمنى هاد الرغيفات تجربوهم ان شاء الله في شهر رمضان المبارك، يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالهم النهائي، كيجيو رائعين. ما تنساوش الاشتراك في القناة ديالي وديروا جيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في وصفة جديدة أخرى إن شاء الله.